السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم حلوه اللي كتجي رائعه وكتجي فتيه وكتجي هشه هشه كتذوب في الفم. نتمنى تعجبكم بطريقه زوينه وسهله. نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. غادي نحتاج واحد الملعقه كبيره ديال المربى، غادي نحتاج هنا قشور ديال الحامضه وقشور ديال برتقاله او الليمون. غادي نحتاج هنا واحد 3 معالق ديال الزبده، 2 بيضات، كاس ديال السكر، وكاس ديال الزيت. وغادي نحتاج هنا الدقيق اللي غادي نعبر معكم هنا الدقيق بالعبر، واحد ساشي ديال الخميره. غادي نهرس هنا البيض ديالي، غادي نضيف ليه كاس ديال السكر، وهنا درت واحد شويه ديال الملحه لتحسين الذوق. صافي غادي نخلط مزيان هاد البيض مع السكر حتى كيتخلط ليا مزيان. هنا غادي نزيد هنا كاس ديال الزيت، ما كيكونش عامر بزاف. هنا نسيت ما درتش الزبده مع السكر، ولكن ماشي مشكل، غادي نحاول نخدمها مزيان. صافي هنا انا راني شديت ديك الزبده ودرتها في الخلاط وخلطتها مزيان، وزيدت هنا واحد ملعقه كبيره ديال المربى. غادي نزيد هنا قشور ديال البرتقاله وديال الحامضه، كتعطي واحد المذاق زوين في هذه الحلوه، كيجي فيها واحد المذاق متميز. صافي غادي نستمر على الطريقه ديال نخلط مزيان هاد المقادير. وهنا غادي نضيف عليهم الدقيق. غادي نعبر معكم هنا بالكاس ديال الدقيق، درت الكاس الاول. غادي نزيد عليهم واحد الساشي ديال الخميره ديال 7 غرام او 8 غرام. غادي نزيد هنا كاس ثاني ديال الدقيق، وانا كنخلط وكنزيد الدقيق هنا بالعبر باش هكا كنشوفوا العجينه ديالنا شحال غادي تحتاج لنا ديال الدقيق. غادي نزيد هنا كاس ثالث ديال الدقيق وانا كنخلط. زدت هنا كاس ديال الدقيق، درت هنا 4 الكيسان ونص ديال الدقيق. يعني هاد العجين احتاجت هنا 4 الكيسان ديال الدقيق ونص. المهم كتخليو العجينه تكون فتيه، ما كتخلوش تكون قاصحه. صافي غادي نجمع هنا، غادي نشكل هنا كويرات صغار. صافي غادي نستمر على هاد الطريقه هادي حتى كنكمل الحلوه ديالي كامله. غادي نشكلها هكا كويرات صغيورين، وهاد ندخلها كطيب. هنا الفران كنشعلوه من قبل، بديت كنشكل الحلوه كنشعل الفران ديالي باش هكا يكون سخون. الحلوه دغيا كطيب دغيا كتوجد معنا. صافي غادي نستمر على الطريقه حتى كنكمل لاطه كامله. صافي هنا بعد ما شكلتهم كاملين غادي نجيب هنا واحد داك اللي كنقطعوا به الشباكيه، الجراره، وغادي ندير واحد الثقبه في الوسط. صافي غادي ندخلهم يطيبوا. شوفوا الشكل ديالهم بعد ما كيطيب. هذه هي شكل الحلوه ديالنا بعد ما طابت، كتجي هكا محمر، اللون ديالها تيكون هكا غير مذهب كما شفتوا، كطيب من الفوق ومن التحت. وهنا غادي نخليها حتى كتبرد وغادي نزينها بالمربى. خديت هنا واحد الكاسرونه غادي ندير فيها المربى ديال المشماش. هنا خديت واحد الكاسرونه غادي نفرغ فيها المربى، وغادي نزيد هنا واحد 3 معالق ديال السكر سنيده، وغادي نديرها فوق البوطه تقريبا واحد 5 دقائق حتى كتغلي مزيان، وكتعاود باش هكا المربى ديالنا كتجينا شاده مزيان.
وغادي نزيد هنا واحد جوج معالق ديال الماء الزهر. واحد النسمه زوينه كيجي فيه واحد بزاف المذاق. داك الماء الزهر كيجي مزيان بزاف. صافي غادي نخليهم كتواسى مع كيغليو داك فوق المذاق البوطه، ديال الحامض. ندوز باش صافي غادي نزيد نخلطها مزيان الحلوه ديالي، وغادي نديرها فوق البوطه كتغلى واحد 5 دقائق بحال هكا. وصافي كنبدا نشكل بها هكا، هنا بعد نزين بها المربى الحلوه ديالنا ما ديالي. بردات، خليتها حتى هي تبردات وهاد غنزين بها. صافي خديت الحلوه ديالي بحال هكا وكندهنها بشيت على اللوجه ديالها بحال هكا. هنا خليت المربى حتى بردات. خديت هنا الكوك النوع الجيد، انا غير الوجه ديالها فقط وكندوزها على الطريقه صافي غادي هذه. ندوز الحلوه الكوك ديالي يكون بحال الشكل النوع على الطريقه هذه. يكون بغيتو تغطسوها كامله. كيجي انا ما بغيتش نعمرها مزيان. حتى من تحت، انا نعمر غير الوجه ديالها وهذيك فقط. البلاصه اللي كتكون عندنا وكدوزوها في محترة في الكوك الحلوه غادي وكيكون هذا هو نعمرها الشكل ديالها. غادي نستمر على الطريقه هذه حتى بالمعسلات. كنكمل الحلوه ديالي تقدروا كامله. تعمروها حتى بالمربى. هذا هو الشكل ديالها. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل الحلوه ديالي كامله. كندهنها بالمربى وكندوزها في الكوك وكنعمرها بالمعسلات. هنا كندوزها في المربى وكندوزها في الكوك، يعني الطريقه جد سهله. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا بعد ما زيناها. خلينا حتى بردات كنزينوها بهذه الطريقه هذه. كتجي زوينه بزاف وكتجي مرمله، كتجي فسيه وكتجي بنينه بزاف. وداك المذاق ديال الليمون مع الحامض كيتواتى بزاف مع هاد الكوك. نتمنى تعجبكم وتجربوها. حلوه سهله بسيطه راقيه وكتجي زوينه بزاف. نتمنى تعجبكم. كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الحلوه اللي حطات اليوم تعجبكم وتجربوها. نتلاقاو في فيديو جديد شكل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.